السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. الوصفة أو الاقتراح اللي غادي نحضروا مع بعض، غادي نوجدوا مادلين أو لي كاب كيك كيجيو رائعين، لذاذ خفاف وبمكونات بسيطة. غنحتاج ليهم بيضة واحدة، نضيف ليهم رشة ديال الملح، عندي 4 كاس ديال السكر. بالنسبة للمقادير مضبوطة غادي تلقاوها كيف ديما في صندوق الوصف. غادي نضيف كيس من سكر الفاني، غادي نخلط الكل مع بعض حتى كيذوب السكر وكيتبدل ليا القوام ديال الخليط. فهاد المرحله غادي نضيف 4 كاس ديال الزيت وغادي نعاود نخلط المكونات مزيان مع بعض، يعني اي مكون كنحاولوا هكا نخدموه مزيان مع باقي العناصر. غادي نضيف 4 كاس ديال الماء، تقريبا واحد 2 معالق. الماء يكون عادي غير من الصنبور، وغادي نضيف علبه ديال الجبن الطري. بالنسبه للجبن الطري ضفتو طبيعي يعني بدون سكر، هكا باش كنحافظ على المذاق ديال الشوكولا، كيجي معزز وكيجيونا هاد لي مافن ما يجيوش حلوين بزاف. صافي هنا من بعد ما ضفت ديك العلبه ديال الجبن الطري غادي ندمج المكونات حتى كينسجموا مع بعض. فهاد المرحله غادي نضيف النواشف، غادي نحتاج كاس ديال الدقيق. بالنسبه للعبار بالغرام غنخليه في صندوق الوصف. غادي نضيف كيس من الكاكاو المر او تقريبا معلقه. نفضل تخدموا بنوعيه جيده، كيعطي مذاق معزز وكيجي رائع بزاف. ضفت كيس ديال الخميره ديال الحلوه، وعندي نسكويك، يعني هاد العلبه هادي ضفت غير النصف، ونص الاخر غادي نخليه للتزيين. صافي غادي نغربل هاد النواشف مزيان مع بعض على هاد الشكل. صافي هنا غادي نخلطهم مزيان هكا مع بعض، يعني غير بالضرب اليدوي كيكون كافي، وكيجيونا هاد لي مافن رائعين وكيجيونا مهوين من الداخل وكيجيو عالين. بالنسبه للخليط كيكون شويه القوام ديالو يعني بين ثقيل وخفيف، ما يكونش خفيف بزاف وماشي ثقيل في نفس الوقت. غادي نضيف حبيبات ديال الشكلاط، كنفضل تخدموا دائما بشوكولا يكون نوعيه جيده، هكا باش كنحصلوا على مذاق كيكون لذيذ بزاف. هنا غادي نوجد دوك القوالب فرديه، ممكن تخدموا غير بالعاديه. بالنسبه لهذا الخليط كيخرج لينا 6 ديال الحبات او 6 ديال لي مادلين. صافي غادي نوزع عليهم هكا كويغطات بهذا الشكل. بالنسبه للكويغطات كنفضل تخدموا بنوعيه تكون خاصه بلي مادلين، هكا باش كينجحوا معكم اكثر. انا هادو كانوا هما اللي متوفرين عندي، يعني ملي طابوا لقيت معاهم شويه الصعوبه، ملي بغيت نزولهم هكا من ديك الكاغيط بقاو كيلصقوا ليا شويه من الجوانب. صافي هنا غادي نوزع تقريبا واحد 3 ديال المعالق في كل حبه على هذا الشكل. بالنسبه لهاد الكميه كيجيونا قياس، يعني ماشي عاليين بزاف، ماشي بومبي، وما كيجيوش تاني حاضرين في نفس الوقت. صافي بالنسبه للتزيين غادي نوضع ديك الكميه ديال النسكويك اللي بقات ليا، ضفت ليها واحد المعلقه ديال السكر، وغادي نوزعها كطبقه على هذا الشكل. بالنسبه لهاد الخطوه كتبقى اختياريه، ممكن تكتفيو بهم غير هكاك او تزينوهم بحبيبات ديال الشكلاط. انا هاد الخطوه يعني عجبتني بزاف، جاو مقرمشين من الفوق، جاو واحد الطبقه اللي كتكون مقرمشه. صافي هنا مباشره غادي ندخلهم المجمد، خليتهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، يعني غير المده فين غادي يسخن ليا الفرن. الا كان عندكم الوقت خليوهم هكا غير في الاسفل تقريبا واحد الساعه، ومباشره كتدخلوهم الفرن اللي ديجا خليناه كيسخن. كنشعل ليهم الفوق والتحت، النار اللي كتكون مهيله، خليتهم تقريبا 12 دقيقه. وكيبقى على حسب الفرن اللي عندكم. كيف لاحظتوا كتسمعوا ديك القرمشه كيجيو رائعين بزاف. كيف لاحظتوا هنايا يعني في دوك الكويغطات، يعني راه ماشي معنيتها انهم ما خداوش حقهم في الطياب. كانت الجوده ديال الكويغطات ما زويناش، وكنحصل عليهم بهذه النتيجه. كيجيو لي مادلين او لي مافن رائعين لذاذ وكيجيو خفاف. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتنجح معكم. شكرا بزاف على الدعم والمتابعه، الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.